أهلا بيكم في دقيقة سيكولوجي. دقيقتنا النهاردة بتتكلم عن الأثر النفسي للتسامح. طيب هم أذوني جدا بطريقة صعبة وأنا مش قادر أسامحهم أبدا، أعمل إيه؟ وحشي قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنه بعد إسلامه بيقول: وقتلت حمزة في أحد وظللت أنبش بطنه حتى عثرت على الكبد فنزعتها وعصرتها لتلوكها أسنان هند. قد كنت عبدا حين ذاك حتى إذا ما جاء يوم الفتح جئت إلى الرسول ووقفت أبكي لا أقول ولا يقول، ودخلت في الإسلام لكن لم يصافحني الرسول، لم يعطني يده الكريمة بل ناء عني بجنبه وقال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المصافحة من قاتل عني، لا يستطيع المسامحة. فإذ أنت لم تستطع ما عليك إلا أن تعتزل ما يؤذيك وتنسى، فالتسامح هو هديتك للآخرين، أما النسيان هو هديتك لنفسك. وإن استطعت فسامح من أجل نفسك، سامح من أجل أن تعيش. فالمشاعر المؤذية التي تحملها أول من تقتل حاملها، فالتسامح يثلج الصدور ويخفف الآلام. فالتسامح ليس تنازلا بل سعة نفس. وورثنتن بيقول: المسامحة هي أمر تهديه لنفسك في المقام الأول، فعندما تسامح فإنك تتخلى عن مشاعر المرارة والاستياء والرغبة في الانتقام. علماء النفس بيقولوا إن مسامحة الآخرين ليست فضيلة فقط، بل هي ضرورة لصحتك النفسية. وتذكر دائما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل الناس مني في حل. رجاء لا